السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شرحنا عن طريقة التخلص من اللاج والسخونة. هدول الشغلات كتير مزعجين طبعا، وبيواجهوا أي لاعب ببجي موبايل. لذلك في بعض خطوات إذا طبقتها حتتخلص من اللاج والسخونة وحتصير لعبتك سلسة جدا. تابع معي الخطوات لتعرف كيف تتخلص من اللاج والسخونة. حل مشكلة اللاج والسخونة ببعض أجهزة، وليش بتصير معنا الحركة. أول طريقة للتخلص من اللاج والسخونة يلي هي منفوت على الإعدادات، نخرج من الحساب، نعطي على إصلاح تحت الخيار الثالث تحت، وبنعمل أوكي. إصلاح روتيني بس، لا تكبسوا على أي شي تاني. أي شي تاني بيحذف لكم خرائط وبفوتكم شغلات مالكم فيها. الحل الثاني يا صديقي انك كل يوم او يومين تعمل اعادة تشغيل للجهاز. ليش؟ شو السبب انك تعمل اعادة تشغيل للجهاز؟ لانه اذا ضل الجهاز شغال لمدة كبيرة بصير عندك تراكم بالبيانات. هي اول شغلة. تاني شغلة بصير عندك بطء بالشبكة. ثالث شغلة واللي هي اساسية لموضوع حلقتنا اليوم اللي هي السخونة، وعندك اللاج يعني دروب فريم رهيب. لذلك ينصح بإعادة تشغيل الجهاز كل يوم أو كل يومين مرة على الأقل. الحل الثالث يا غالي اللي هو لأجهزة شاومي فقط. عندنا بجهازنا في تطبيق اسمه security أو الحماية. كل ما بدنا نفوت على اللعبة، قبل ما نفوت على اللعبة منفوت على السكيورتي، ومنعطي بوست سبيد، ومنعطي على الكلينر كمان. هيك بهاي الخطوة نحن مننظف الرام ومنزيد سعة الرام ومنكب النفايات اللي مالها طعمة، يعني الملفات الزائدة عندك حتنحذف، والجهاز حيخف الضغط عليه، وبالتالي اللاج والسخونة حتخف. الخطوة الرابعة هي انك تحط لغة جهازك انجليزي. هي في حال كان جهازك شاومي، بس حطيته انجليزي حيتفعل معك الجيم تيربو تلقائيا. اذا ما كنت مفعل اعدادات الجيم تيربو وضابطها، اذا بتحبوا بنزل لكم الطريقة عن طريقة ضبط اعدادات الجيم تيربو. اكتب لي بالتعليقات اذا بتحب نزل لك طريقة ضبط اعدادات جيم تيربو بشكل مظبوط. بالتالي حتصير عندك اللعبة احسن عن قبل، لانه الجيم تيربو هو معزز للالعاب، ومنه بيزيد لك حساسية اللمس، ومنه بيزيد لك سرعة اللعبة، ومنه بيزيد لك عدة شغلات وعدة عوامل. يعني هو جاي من اصل الجهاز ليحسن لك اداء الالعاب. الحل الخامس هو اذا انه انت عندك ذاكرة الجهاز ممتلئة. عندك الذاكرة مثلا 128 قريبة للفل، يعني شوي وبصير جهازك معبى على الاخر. فهون ينصح انك انت تحذف بحيث تخلي الجهاز يتنفس. انت بهالشي عم تعمل ضغط على الجهاز وعلى المعالج، وعم يصير عندك بطء بالجهاز. لذلك ينصح بانه يكون جهازك نوعا ما فاضي منه اقل شي 30 جيجا لتعمل معك اللعبة بشكل سليم وصحيح. وبهيك شرحنا اليوم بكون خلاص. يا ريت اذا استفدتوا من الفيديو تحطوا لايك واشتراك وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم مشان يستفادوا من الطريقة حتى يتخلصوا من اللاج والسخونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.